السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده في شويه تصريحات لوز بالصحاب، والله ما اعرفش التصريحات دي طلعت من ناس عقلانيه جدا وبتفكر ولا لا. التصريح الاول يا جماعه ده من زهور المترجي لاعب الوداد المغربي، بيقول لك في مثل عندنا في المغرب بيقول لا يجب ان تاخذ كل شيء، يجب ان تترك للمسكين لقمه حتى لا يطمع فيك. واحنا كسبنا بطولتين السنه اللي فاتت وال 2017 وطبعا كانوا من الاهلي، ونلتقي العام القادم. طبعا هنا هو بيرمي على الاهلي، بس احنا برضه يا زهير عايز اقول لك على حاجه، مع احترامي طبعا للوداد المغربي وجمهور الوداد المغربي، بس احنا عندنا مثل بيقول ان الخلفه العار تجيب لاهلها النعل، فانت بتجيب الاهانه ليك وللوداد كلها ولجمهور الوداد، ومعلش بقى يا وداد. والتصريحات اللي جايه كلها جايه من الموسيقار مرتضى منصور. حمدا مجينا يا سياده الموسيقار، والله حضورك بيفرحنا كلنا، وزي ما بنقول صياحك طرب دايما. النهارده المستشار مرتضى منصور او الموسيقار مرتضى منصور كان بيعمل لقاء النهارده صحفي، وكان طالع بشويه تصريحات في اللوزه بالصحاب. اول تصريح بيقول لك ان الجول بتاع الاهلي بتاع الوداد المغربي اللي جابه محمد عبد المنعم ده مش اللي جابه اصلا محمد عبد المنعم، لاننا كلنا ما شفناش الجول، احنا اتفاجئنا بس بان هم بيصيحوا وبيحتفلوا، ما نعرفش مين اللي جاب الجول. واحنا طبعا عارفين سياده الموسيقار بيقصد ايه، يقصد هنا بيقول لك ان الجن بتاع الاهلي هو اللي جاب الجول. والله قلت لك صياح الطرب يا سياده المستشار. سياده الموسيقار يوقف عند كده؟ لا، ده كمل وقال لك اللي هسمعه في ماتش القمه بيغني سطرانه سطرانه، وحلف بروح امي اللي هيغني سطرانه سطرانه في ماتش القمه لو اديه ورا الشمس. وانا قلت لعيبتي اللي يسمعوا اي حد بيغني سطرانه او الاغنيه دي اصلا بشكل عام يسيب المباراه ويمشي. انا افتكر كده ان احنا هنشوف المباراه الجايه بين الاهلي والزمالك في القمه ان الزمالك منسحب في نص المباراه يا فندم. والتصريح الاخير اللي هيفرح كل اهلاويه طبعا، وهي ان الاهلي بيجهز احتفاليه كبيره جدا طبعا، وهتلف القاهره كلها، احتفاليه بدوري ابطال افريقيا لكره اليد وكره القدم وكمان السله. واحتفاليات الاهلي دي الكبيره هتكون بدايتها من فرع القاهره الجديده، بعد كده هيعدوا على فرع مدينه نصر، ثم فرع اكتوبر، ثم للجزيره، ودي المحطه الاخيره اللي ان شاء الله البطولات والكاسات كلها تتحط في الدولاب العادي للمعتاد للنادي الاهلي. وفي الاخير يا صديقي لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي، ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش طبعا الاشتراك. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.